اعدام ولا اي حاجه، احنا نازلين وقابلين ده وهم هناك قابلين ده، فان شاء الله هننتصر وهنحررهم باذن الله. اقول له هتحكم عليكم في يوم من الايام بنفس الاحكام اللي بتصدروها، تنتصر ان شاء الله بقضاء الله باذن الله. ده بحكم الله. احنا ما نعرفش القدر هيجي ايه، بس المهم ان احنا راضيين بكل قضاء الله. والقاضي واللي معاه واللي معاونينه، لان هو بيدي للناس اللي هم مظلومين اعدام وسايب المظلومين طلعهم براءات. اللهم انتقم منهم جميعا. حسبنا الله ونعم الوكيل في الوضاع والسيسي واعوانه جميعا يا رب العالمين، ومن عاون ومن عاد ومن نصر. انصر المظلومين يا رب، انصر المظلومين يا رب. عليك بالسيسي واعوانه يا رب، عليك بالسيسي واعوانه. اقول له اصبر، يعني انت شهيد عند الله لان انت مت مظلوم. القاضي ما يعرفش ربنا عاوز يعمل ايه، القاضي ما يعرفش ربنا عاوز يعمل ايه. اللي ما يعرفش ربنا طبعا هيدوس بخلق الله، انه لو يعرف ربنا يختشى الله. صح؟ هنزل الشارع ولغايه اخر لحظه في عمري هنزل الشارع ان شاء الله باذن الله. الحق ينتصر باذن الله. خد حكم بالاعدام دول الشهداء في الدنيا، وعبد الفتاح السيسي ربنا تاني بنسيبه بدري ان شاء الله باذن الله، يعني باذن الله. اقول لاهاليهم ربنا يصبركم وان شاء الله ما فيش حكم اعدام، وبقول له السيسي ان شاء الله تشوفوا في عيالك، وان شاء الله محمد ابراهيم وحسني مبارك يا مجرمين واللي مدينهم اسواقاتوا ان شاء الله يشوفوا في عيالهم. لكل معتقل ربنا يهديه، واحنا مش هنسيبه، احنا مش هنسيب حقهم ومش هنسيبهم ان شاء الله مكملين. احنا باذن الله مكملين ليوم الدين لاخر واحد او واحده فينا، لان ده عشان تفهموا يا مجرمين ان دي حرب على الاسلام، دي حرب على الاسلام مش السيسي، عشان تبقوا عارفين. وسينا ان شاء الله في عينينا وفي قلوبنا، والقدس واليمن وكل المسلمين.